قيادة وتنظيم الجيش المملوكي؟ هذا الأمير يعني من خلال المصادر التاريخية المملوكية المعاصرة لهذا الأمير بيقولوا أن هذا الأمير استبد بالسلطة، وكان يعتبر من أبرز أهل الحل والعقد في الدولة المملوكية. كان بيعزل ويولي من يشاء من الأمراء والقضاة والوزراء، يعني الأمر ما كانش مقتصر على فئة معينة، بل تخطى هؤلاء للسلاطين نفسهم، وأثر ده بشكل كبير جدا في استقرار الأوضاع. واللي بيأكد لنا الكلام ده ان هذا الامير اقدم على سك العمله باسمه، ودي كانت تعتبر من شارات الملك، ودي كانت برضه من اهم الاسباب اللي اودت في النهايه بحياه هذا الامير. لان السلطان حسن بدا ان هو يخاف من هذا الامير، لان نفوذ هذا الامير بدا يعني تزيد ياخذ في جدا. العلو. والسلطان نفسه احنا بنتكلم برضه عزل اكتر من مره، يعني السلطان حسن تولى مصر اكتر من مره، خرج بالسلطه وعاد للسلطه مره ثانيه. وكان هذا الامير من ضمن هؤلاء الامراء اللي هم طبعا سعوا في عوده هذا السلطان. وهذا السلطان كافئ هذا الامير بتوليه الاتابكيه، الاتابكيه اللي هي تعتبر قياده الجيش. وكلمه اتى وبك دي معناها هي كلمه تركيه ادخلت الى اللغه العربيه، معناها الوالد الامير او مربي الامراء او مربي السلاطين. ودي برضو بالمناسبة كانت من أهم الألقاب اللي نعد بها هذا الأمير. يعني وجدنا النص التأسيسي اللي موجود على المدرسة السرقطمشية اللي موجودة في حي الصليبة أو في شارع الصليبة في القاهرة، من أهم الألقاب اللي كانت موجودة الأميري، السيفي، العالي، الأتابكي. بنجد برضو مربي